النادي الاهلي في مواجهه مازيمبي في اياب دور نص النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا وعوده محمد الشناوي للقائمه. بعض اللعيبه مش قادر تحدد اذا كانوا هيرجعوا ولا لا، الشحات جاهز ولا مش جاهز، مروان عطيه جاهز ولا مش جاهز. بس ايا يكن ال 11 اللي موجودين في الملعب، الرجاله اللي هتنزل هندعمهم لحد اخر دقيقه، سواء ان شاء الله نحسم الصعود او حصل اي نتيجه تانية لا قدر الله، فاحنا في ظهر النادي الاهلي ايا يكن إيه اللي هيحصل. سيبك مين في القائمه او مين خارج القائمه، كل ده ما يشغلنيش. اللي يشغلني النغمه الدارجه او النغمه السائده دلوقتي ان احنا خلاص صاعدين في الفاينل. كانك جاي تلاعب المصريه للصالات بني سويف مركز شباب الحمضيه، ما بتفهمش انت جاي تلاعب مين. مش فريق كبير، فريق ليه تاريخ في افريقيا، فريق صعب هيكون على ارضك، برضو الموضوع مش سهل. انت هناك اتعادلت 0-0، يعني هو جه هنا لو سجل فيك هدف الموضوع خلص، الموضوع انتهى. خصوصا في الجيل ده، في حته رجوعه للمباراه وهو مهزوم دي بتبقى صعبه جدا مع الجيل ده، وده ظهر لنا في ماتشات كتير. فيا ريت نهدى على اللعيبه، يا ريت ما تحسسش اللاعب ان انت خلاص صعدت، عشان ما تجيش في الاخر تقوم لابس في عمود او لابس في حيطه واخد كشاف على عينك، وفي الاخر تيجي تقول اللعيبه ما عملتش اللي عليها، اللعيبه ما ادتش. طب ما انت بتزيد وانا بزيد وكلنا بنزيد وعمالين نحتفل وخلاص، وكأن النادي الاهلي هيلاعب فريق فاضي، هيلاعب فرقه تعبانه من فرق افريقيا المستوى الثالث او الرابع. مش فريق ليه تاريخ، وفريق عنده لعيبه كويسين جدا. فريق يمكن الضغط اللي كان عليه في ملعبه من الصحافه والجماهير والاعلام والدنيا دي كلها هيتحرر لما يجي القاهره هنا وتشوف فريق مختلف تماما. ما تفتكرش ان انت هتنزل هنا هترقع مازيمبي دي 3-4، انسى الكلام ده. بقى قلتها في الفيديو اللي فات وبقولها لك تاني، انت هتنزل متحفظ، هتنزل عامل حساب للفريق اللي قدامك، مش هتلعب جيم مفتوح، لانه زي ما قلت لك هو عنده طرفين الملعب سفاحين. فالموضوع بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى اصعب بكتير لو الجهاز الفني واللعيبه ما قدروش يتداركوا الموقف او الموضوع وازاي تبدا المباراه. فكك من ان انت على ارضك وجماهيرك، العب بتوازن، اقدر يوزن ما بين الدفاع وما بين الهجوم، حط ايدك على التشكيل المناسب، ودي اللي بنقولها كل مره. ما تفتيش. فيا ريت نهدى، يا ريت ما نزيدش، ما توصلش لعيبتك ولجهازك الفني ان الموضوع خلص، الدنيا خلصت والدنيا وردي واحنا صاعدين هننزل المباراه تحصيل حاصل. اهدى كده على اللعيبه وخف شويه عشان ربنا يكرمنا، علشان ما نتصدمش في المباراه ونلبس في حيطه. سلام.